تتفكر وقت كنا نستناو في طرح دبليو دبليو اي كي تروح الدربي؟ علاش اليوم اغلب العباد وبالاخص التوانسه ما عادش تتبع دبليو دبليو اي؟ قبل كانت حاجه كبيره في تونس وكلها كانت مغرومه من كبيره لصغيره، اما تو برشا حاجات تبدلت وباش نحكيو عليها في الفيديو هذا. تنساش اللايك شير وسبسكرايب وخلينا نبداو. العصر الذهبي وهو العصر اللي خلطت على البرايم تاع دبليو دبليو اي، اللي ناسه من اوائل 2000 وانت هابط، وين كانت دبليو دبليو اي تتعدى كل 2 و3 على ام بي سي اكشن. كانت العباد تتلم تحت التلفزة في الشتاء باش تتفرج على جديد وتتبع السوبر ستارز نتاعها، واغلب الناس هابله بالاندرتيكر، جون سينا، ريندي اورتن، ري ميستيريو، تريبل اتش وغيرهم. والتو واصل بينا الغرام لدرجه انه مازلنا الناس الكل حافظين الغناء والدخلات. قبل كان فما منافسة كبيرة بين الراو والسماك داون، وكانت كل واحدة فيهم عندها قوة حدا، وكي تتفرج عليها بالرسمي تحس فما اختلاف. والهيلي نسال زاد قبل كانت تخوف بحكم قفص ونحن صغار، وكانت عندها هيبتها، وبطبيعة السامر سلام هذيك عاد ما يتعدى الصيف كان بها، والرسل مانيا عاد ما تحكيش، هذيك كانت فيها اجواء عبارة الشامبيونز ليج. ما تو صار تغيير كبير، خلى سماك داون والراو والمين ايفنت وبريس كل شو يشبه للاخر، بدل لي شوية في الضوء، ديكور خليه بيدو تنبدلوا الليد وبرا، والدخليات متاع المصارعين كانت ترعب زيت. اي واحد قبل يسمع قزاز تكسر اوتوماتيك مو باش يعرفوا ستون كولد، ولا كي تسمع هذه اوتوماتيك مو زاد تعرفوا الاندرتيكر، وكيف كيف ما نساوش الماستر بيس متاع دولف زيجلر. تويك الانوار والضوء الكل تنحى، السكتشات الباهين القدم كلهم تنحاو، وكل نهار ماشي وتخيب. الحلبة وكل تركينا في الشو ولات بالرعاية، قعد كان الجمهور ما عملش معاهم سبونسور. كان نرجعوا لتالي العصر الاتيتيود ايرا والروثلس اجريشن، تو نلقاو كل روستر كان عنده الرول نتاعو والستوري يكمل فيها. مثال ستون كولد وذا روك كانوا الفيس، ريندي اورتن كان الستار سكيلر، تريبل اتش كان الفيلن، وكيرت انجل كان البطل الاولمبي، كريس جيريكو كان للانترتينمنت، والاندرتيكر وكين كانوا للرعب والعنف، والميد كاردز كيما ايج وايدي جيريرو كانوا لاعبين رولهم بالبيه. حاسيلو كل واحد كانت عنده اهميه وستوري لاين نتاعو. اما تو دبليو دبليو اي ولات ماشي بسيستم النمبر 1، وهي انه تاخولك سوبر ستار معين وتردوا الفيس نتاعها وتتلاها بيه وتتلاها كان بالستوري نتاعو وتهمش الروسترز الاخرين. واللي الفكره هذه بدات مع جون سينا وبعد عملوها مع رومان رينز وحتى لتو مكملين فيها، وهذا السبب اللي خلى دبليو دبليو اي تكثر من التكرار وتطيح من القيمه نتاع الروسترز وتخلي ستوريز ضعاف برشا. وكان مش تريبل اتش اللي تدخل دقيقه 90 وخلق البيرفكت ستوري نتاع البلود لاين، ري دبليو دبليو اي مات عندها مد. ورغم الارباح والقيمه التسويقيه الا انه دبليو دبليو اي طردت روسترز بحجه تقليص الميزانيه، منهم دولف زيجلر، برون سترومان، دي كي، ارتروث، ومازالوا فما اخرين في المستقبل باش يطردوهم بنفس الحجه بالطبيعه. حاجه اخرى زادت تيكيات الرسلمانيا والفي اي بي اللي صومه ولا يفوت اسوام الديار. حرفيا اخر تيكي رسلمانيا كان صوم التيكي الواحده 40,000 دولار، معناها من الاخر وعلى الاخر عندك تتفرج ما عندكش ما تتفرج. وهذا الشيء اللي خلى اغلب العباد تتحول للاي اي دبليو والتي ان اي. ومن اهم الاسباب اللي خليو دبليو دبليو اي ما عادش كيما قبل هو انه قبل كانت تحسها بالرسمي، فما فايت قاعده تصير، فما سنتيمون، فما غريزه تحرك في المصارعين، فما سوفل، واغلب الحاجات مخاطرين عليها وعفويه، مش كيما تو اللي بريس كل حاجه مسطره وكل حركه مكتوبه عند واحد عمره عمل حركه في حياته. والرسلمانيا اللي كانت عباره شامبيونز ليج وكان اهم شو فيهم الكل ولا ما عادش فيه جو، ديما يخرج بخيبة امل كبير. وزاد الشراكة مع نتفليكس ساهمت برشا في تحطيم دبليو دبليو اي، والتو قاعدة تساهم بالدوكيومنتيرات اللي قاعدة تخدم فيهم. لآخر مرة بول هيمن حكى في دوكيومنتير قال انه دبليو دبليو اي كلها تمثيل، باين احنا في بالنا بيه تمثيل، اما راهو الحديث هذا ما يجيش. وما ننساوش تاثير السوشيال ميديا الكبير على دبليو دبليو اي، وكيف كيف سلسله الالعاب نتاع دبليو دبليو اي 2 كي اللي قاعده تدخل في برشا فلوس وارباح للدبليو دبليو اي. بالطبيعه الحديث هذا سوفت 2 كي 20، اما يعني الارباح هذيك الكل وباقي الشركه تلوج على الاستثمارات في عوض ما تستثمر في روحها. هذه كانت ابرز الاسباب اللي خلات اكثريه العباد ما تتبع. وكان لقيت شكون تو مازال يتبع في دبليو دبليو اي راهو جيست خاطره متعلق بالماضي ويحب على النوستالجي. ويبقى هذا أكبر سؤال، زعما تنجم دبليو دبليو اي ترجع كما قبل؟ وبحكم نحن تبدلنا زعما تنجم تعاود تشدنا ليها؟ برشا سؤالات، والوحيد اللي قادر يجاوبنا عليهم هو تريبل اتش. وباش تمشي مع نصيحة كي مشيت مع فينس ماكمان لازمو أفكار جدد،
لازم افكار تمشي مع الايرا متاعو، لازم يغربل الروسترز خاطر 50% منهم مش قاعدين يعملوا في حتى شيء وما عندهمش دور اصلا، حتى الجمهور ما يحبهمش. ينجم زاد يرجع روسترز قدام يعاونوه بالبي، ولازم مواهب وميد كارتر ضد. والاهم من هذا الكل لازم ستوريز كاسحين. وانا نعرف اللي تريبل اتش عنده في مخه امور ستوري رايتنج، اما في الوقت الحالي مازال ماهوش 100% يتشارج، يعني مازالوا فما روس كبار فوق وجست ينفذ في التعليمات، اما فرصته قريبه ولازم يعرف كيف يستغل. شباب هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو. كالعادة استحفظوا على رواحكم، حافظوا على صلاتكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تنساش اللايك شير السبسكرايب وبيس. I hold you in my hand.